مع العين على سبيل الإعارة لموسم واحد، وصف الزعيم العيناوي بزعيم الأندية الإماراتية ومتمنيا أن تكون هذه الخطوة موفقة بالنسبة له. وأكد القحطاني أنه كان يتمنى الانضمام إلى نادي العين قبل 5 سنوات، غير أن الظروف لم تسمح في ذلك الحين، لكن الأمور تغيرت وهو الآن مع الفريق الإماراتي، متمنيا التوفيق من الله مع العين وتحقيق النتائج الإيجابية والألقاب. يذكر أن القحطاني سيلعب مع العين كلاعب آسيوي بحسب ما تنص عليه لوائح الدوري، وهو سيكون اللاعب الأجنبي الثالث في صفوفه بعد ضم الروماني ميريل رادوي والأرجنتيني إغناسيو ناتشو سكوكو. ياسر، أنت الضغوطات الإعلامية في السعودية كانت كثيرة. المرحلة القادمة كيف ياسر بيثبت نفسه وبيرد على كل الانتقادات والإعلاميين وكل الجماهير العناوية ويعني السعودية بشكل عام؟ شو بيرد ياسر على هالانتقادات؟ والله أنا تواجدي الآن هو مو بمبدأ إني أرد على أحد، أنا ماني بقاعد أرد على أحد ولا راح أرد على أحد، أنا بالعكس أنا جاي أعين وأعاون، وإن شاء الله إني أكون عند حسن ظن من وضع الثقة فيني إن شاء الله، وأقدر إني أقدم ولو جزء يعني لو أنال يعني رضا بشكل بسيط يعني من العناوية اللي كرموني واللي منحوني ثقة زي ما قلت لك. أتمنى إن شاء الله إني أكون عند حسن ظنهم وقدها. ابدا ان شاء الله كل ما املك يعني من جهد وعطاء باذن الله ما راح ابخل فيه فريقي العين الان. ياسر، ما في هداف خليجي يا نادي العين وسجل فوق ال10 أو 15 هدف، هل ياسر بيغير النظرية كلها من الجماهير العناوية؟ باذن واحد احد ان شاء الله، يعني بدعم الموجودين كلهم سواء كان زملاء اللاعبين او حتى الدعم الاداري والفني، الجهاز الفني، والدعم الاهم اللي هو الدعم الجماهيري. يعني نادي العين معروف يعني بجماهيريته، ان شاء الله انهم ما يبخلون علينا بالدعم ان شاء الله، ويبشرون ان شاء الله باللي يسرهم ان شاء الله. تقول انت جاي عشان كوزمن ورادوي ولا؟ جاي عشان العين.